كلنا بنحلم، بس مش كل الأحلام بتيجي صدفة. في أحلام لو بتتكرر يبقى عقلك بيحاول يحذرك. لو بتحلم نفس الكابوس كل فترة، مطاردة، سقوط، حد بيجري وراك، دراسات من هارفارد يونيفرسيتي بتقول إن المخ أحياناً بيعيد نفس السيناريو علشان يحاول يعالج ضغط أو صدمة. فتحت عينك، شايف الأوضة بس مش قادر تتحرك، ده غالباً بقايا من مرحلة REM اللي اكتشفها يوجين أسيرينسكي. الحل وقتها لا تقاوم بعنف، ركز تحرك صباع واحد، افتكر إن ده هينتهي خلال ثواني. ليه بتحلم إنك بتقع؟ توتر أو قلق، إحساس إن في حاجة خارجة عن السيطرة، تغيير كبير في حياتك، شغل، علاقة، قرار مهم، إجهاد قبل النوم، سهر زائد، تفكير زائد، موبايل، حاجة اسمها الرعشة النومية هيبنيك جيرك، الجسم بيفتكر إنه بيقع فيشد العضلات فجأة. أفضل حلول عملية تقلل حلم السقوط قبل النوم بساعة. اقفل الموبايل، نور هادي، ابعد عن فيديوهات الرعب قبل النوم حتى لو بتعمل محتوى. تمرين بسيط قبل ما تنام، خد نفس عميق 4 ثواني، ثبت النفس 4 ثواني، طلع النفس 6 ثواني، كررها 5 مرات. ده بيهدي الجهاز العصبي. لو حلمت إنك بتقع بدل ما تحاول تصحى فجأة، جرب في الحلم نفسه تفرد إيدك كأنك تطير. بتجري لكن رجلك تقيلة كأن في حاجة مسكاك، غالباً ده انعكاس لشعور بالعجز أو ضغط في حياتك. الحل، اسأل نفسك إيه اللي مضايقني ومش بواجهه؟ خد خطوة صغيرة لحل المشكلة. قبل النوم تخيل نفسك بتجري بحرية. لو حد فقدته بيظهر لك في الحلم، ده مش دايماً معنى مخيف، أحياناً المخ بيعالج الاشتياق أو الحزن. الحل، اكتب رسالة للشخص ده، تقبل مشاعرك، افتكر إن الحلم مش تهديد، أحياناً بيبقى وداع. العلم بيقول إن كل حلم ليه تفسير نفسي، لكن مش كل حلم بيبقى واضح. ولو حلم اتكرر معاك كتير، يمكن الرسالة لسه ما فهمتهاش.